فيلم بشكل عام عجبني جدا، فيلم حلو، فيلم عائلي بامتياز، مفهوش اي الفاظ، فيلم عائلي تاخد الاسره كلها بالاطفال بكله يتفرجوا على الفيلم، هيبقى فيلم مميز جدا وفيلم حلو في كائنات. يعني فيلم جميل جدا، رجعنا الافلام زمان، ففيلم جميل جدا. هنتكلم طبعا على الفيلم بطولة مين واخراج مين وكده. في الاول عندنا طبعا الفيلم اخراج طبعا هشام الرشيدي، وطبعا تأليف حامد الشراب وكريم هشام. طبعا بطولة احمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، عزت زين، محمود عبد المغني. كده في البداية طبعا الفيلم الجرافيكس بتاعته شركة طبعا هي اللي عاملة ترند في اف اكس، هي اللي كانت قايمة بكل الجرافيكس بتاعة الفيلم، وهي اللي منتجة الفيلم. فيلم بشكل عام كويس جدا، الجرافيكس بتاعته كويسة جدا إلى حد ما، وصلتش طبعا للواو أقصى حاجة، بس إلى حد ما كويسة جدا. كان في طبعا بعض المشاهد، يعني هتكلم بحرق طبعا من شوية. المشاهد طبعا كانت مشهد الكائن اللي هي تنانين، كان في طبعا 3 كائنات في منظمة طبعا أمريكية، وما قالوش طبعا هي منظمة ايه، بس تقريبا أمريكية مثلا. طبعا بتخلق كائنات هندسة وراثية، وطبعا الجينات والدي ان ايه، تعدل الجينات بتاعتها والدي ان ايه. فطبعا الماموس ده كائن منقرض هو والديناصور، والتنانين اصلا ده كائن خرافي مش موجود اصلا. فطبعا كانوا بيخلقوا الكائنات ديت وعايزين يرجعوها تاني، وطبعا بيتحكموا في الجينات بتاعتها. ففي طيارة طبعا في البداية وقعت الطيارة دي، حصل لها هجوم واختلت، يعني حصل فيها مشاكل الطيارة دي. وطبعا الكائنات اللي كانت موجودة على الطيارة دي، كانت الطيارة دي طايرة فوق مصر، فوق الأهرامات. والطيارة دي طبعا نزلت الحاجات فيها، حاجات نزلت في حاجات نزلت في مصر، وحاجات نزلت في البحر المتوسط على حدود ليبيا، وحاجات نزلت في الصحراء الغربية على حدود ليبيا، طبعا تقريبا شمال ليبيا. فطبعا الكائنات دي نزلت، فنزل طبعا الماموس، كان موجود طبعا في الصندوق الاختبار بتاعه، أنبوبة الاختبار بتاعته. ونزل طبعا الديناصور نزل في البحر المتوسط، وديناصور كمان طلع ديناصور مائي. معرفش هو أصلا كان ديناصور مائي ولا هو اتكيف أصلا ما نزل في البحر المتوسط. وطبعا الكائن التالت كان التنانين اللي كانت على حدود ليبيا، في منظمة طبعا كانت بتبحث إن هي عايزة ترجعهم. وطبعا مصر طبعا بدورها في طبعا دور جهة سيادية تقريبا، دي يعني ما حددوش هي ايه، بس تقريبا نقول مخابرات مثلا، دي جهة المخابرات، هنقول مثلا دي جهة المخابرات. وطبعا في مجموعة طبعا منظمة اسمها أركبان، هي اللي طبعا بتعمل رعاية الحيوانات يعني مهتمية برعاية الحيوانات ودراسة الحيوانات والتحاليل وكل حاجة. فطبعا دي شبيهة بنفس المنظمة اللي كانت في جوراسيك بارك.